وزارة التعليم العالي أعلنت عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية. من ضمن الجامعات الأهلية جامعة الزقازيق الأهلية في مدينة العاشر من رمضان، دي موجودة على طريق إسماعيلية. فأعلنت عن فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وفق الحد الأدنى المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، وذلك للالتحاق بكليات جامعة الزقازيق الأهلية. هي ايه الكليات بقى؟ كلية الطب البشري الحد الأدنى 80%، والمصروفات بتاعتها 110,000 زائد مصروفات إدارية. كمان كلية طب وجراحة الفم والأسنان هتقبل من 78%، والمصروفات 100,000 جنيه. كلية الصيدلة صيدلة كلينيكال 72%، ومصروفاتها 80,000 جنيه. كلية التمريض 55%، 40,000 جنيه المصروفات زائد المصروفات الإدارية. كلية الهندسة فيها برنامجين: برنامج هندسة الإنشاءات والتشييد وبرنامج الميكروترونيك 68%، ودي مصروفاتها 60,000 جنيه. في كمان كلية الحاسبات والمعلومات فيها برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج المعلوماتية الطبية وبرنامج نظم معلومات الطيران، دي من 62%، والمصروفات بتاعتها 50,000 جنيه زائد المصروفات الإدارية. كلية التجارة فيها برنامج المحاسبة وبرنامج إدارة الأعمال والتسويق، ده باللغة الإنجليزية، مصروفاتها 40,000 جنيه. التسجيل هيبقى متاح من بكرة 15/8 وحتى التلات 22/8، مع العلم إن أولوية القبول للأعلى مجموع بعد انتهاء فترة التقديم. مش هيتم فتح أي برنامج إلا في حالة توافر العدد المطلوب من المتقدمين علشان يتم تفعيل البرنامج، والعدد المطلوب هو 50 طالب على الأقل. كمان احنا سيبنا لكم استمارة التسجيل اللي هيتم الدخول عليها. الجامعة كمان حذرت من التعامل مع أي حد تاني غير الجامعة. الجامعة الزقازيق الأهلية هي الجهة الوحيدة المنوط بها باستلام الأوراق التقديم أو تقديم أي معلومات عن البرامج المتاحة في الجامعة. بالتوفيق لكل الطلاب.